السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج معلوم مهاجر، والتي سنخصصها لحوار مع الدكتور رشيد مدرك عن كفاءات مغاربة العالم في هندسة الطيران من شمال أمريكا، حتى نتكلم عن مغاربة العالم ودورهم في المسار التنموي للمملكة المغربية، ونستمع لرده عن ما إن كانت هناك من إرادة سياسية واضحة المعالم من الحكومة المغربية لإشراك مغاربة العالم في ورش التنمية الشاملة لوطننا المغرب. للتذكير فقط، فإن هذا الحوار يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التي نجريها مع كفاءات مغاربة العالم، سواء تلك التي شاركت أو التي تابعت أشغال مناظرة الجهة 13 الخاصة بالكفاءات المغربية بالخارج، والتي تنظمها وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وحتى نتعرف أكثر عن هذا المخطط وعن أشغال هذه المناظرات، لنستمع إلى هذا التقرير من إعداد زميلنا مصطفى البكراوي. انطلقت بالرباط يوم السبت 29 من شهر أكتوبر من السنة الجارية أشغال مناظرة الجهة 13 الخاصة بالكفاءات المغربية بالخارج، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشراكة مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تحت عنوان دور ومساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باكت 2030. وتشكل هذه المناظرة التي جاءت تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الإشراك الفعلي للكفاءات المغربية بالخارج في الأوراش التنموية الكبرى لبلادنا، مناسبة لمناقشة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن جلسات الاستماع والمشاورات التي شاركت فيها الكفاءات المغربية من مختلف جهات العالم. يشار إلى أنه خلال هذه المناظرة تم استعراض نتائج الاستبيان عبر الويب الذي خصص للوقوف على انتظارات وتطلعات الكفاءات المغربية بالخارج وتعبئة مساهمتها في بلورة وتنزيل الإصلاحات التي جاء بها المخطط الوطني باكت إسخي 2030. كما تم تنظيم 4 ورشات أشرف على تأطيرها ثلة من الخبراء المغاربة المقيمين بالخارج لإثراء النقاش حول عدد من الرهانات والتحديات التي تواجهها منظومة التعليم العالي برمتها، وكذا الرافعات الكفيلة بضمان التعبئة الفعالة لهذه الكفاءات في أفق تنزيل الأوراش الأولوية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. الدكتور رشيد مدرك، قبل أن نتكلم عن اللقاء الأخير ليوم 29 أكتوبر والذي شاركتم فيه مع ثلة من كفاءات مغاربة العالم، سيد رشيد، كيف ترون مستوى البحث العلمي بالمغرب وما هي مكامن الضعف والقوة فيه؟ شكرا سي البكراوي على هذه الدعوة، شكرا على الاستضافة. اولا كنحييك وكنحيي المشاهدين الكرام، شكرا على الاستضافه. المستوى ديال ولا السؤال ديال مستوى البحث العلمي في المغرب، فعلا كاين في هذه السنين الاخيره نقدروا نقولوا على الاقل واحد التقدم ملحوظ في النوعيه ديال البحث العلمي في المغرب. هذا الشيء بنظر للكميه الهائله اللي ولينا كنشوفوا ديال النشر وديال المقالات العلميه اللي ولات كتظهر في يعني في المجلات العلميه الكبرى، وهذا الشيء في جميع الميادين وبالنظر كذلك لمشاركه المغرب في ندوات كثيره، ندوات دوليه كثيره مؤخرا. يعني هذا الشيء ولا الحمد لله ظاهر وباين بان كاين واحد التقدم ملموس، ولو انه كاين كما غادي نقولوا نقاط اللي لازم فيها
يعني باش ترقى، ولكن كاين واحد. انا شخصيا شاركت مرات عديده مثلا في اطروحات في جامعات مغربيه للدكتوراه، الدكتورات يعني لبعض الطلبه اللي كملوا الدراسه ديالهم في جامعات مغربيه، وكتشوف بان الجوده كاينه الحمد لله، والعمق في البحث كاين، وحتى الكميه ديال النشر يعني كثيره. واللي ظهر في هذه السنين الاخيره هو ان حتى الاطروحات والابحاث ولات كدار باللغه الانجليزيه، وهذا شيء مهم لان اللغه الانجليزيه في البحث العلمي كتفتح واحد الافاق، وكتعطي يعني الطالب ولا الباحث الفرصه باش يشوف ابحاث كثيره يعني في العالم، على عكس لغات اخرى اللي يعني هي محدوده من ناحيه النشر. بالنسبه للمكامن الضعف والقوه، يعني فعلا كاين مكامن قوه ومكامن ضعف في البحث العلمي المغرب. يعني نبداو بالمكامن ديال القوه. يعني اللي نقدر نقول هو انه كاين واحد العمق نظري، يعني العمق في النظريه ديال البحث العلمي في المغرب، حيت حنا المغاربه معروف علينا الحمد لله عندنا قدره كبيره في الرياضيات وفي التحليل، الرياضي وفي التحليل العلمي. وكتشوف فعلا يعني كيظهر هذا الشيء على المقالات اللي كتنشر في الميدان العلمي. كاين واحد الجوده عاليه من ناحيه التحليل الرياضي والعلمي والمعالجه النظريه ديال المواضيع وديال الابحاث. يعني كان واحد الجوده عاليه من هذا في المضمون هذا. مثلا في بعض الامثله اللي شاركت فيها انا شخصيا من ناحيه بعض الاطروحات اللي شاركت فيها كما قلت من قبل، فيما يسمى بالماتيريو كومبوزيت ولا المواد المركبه الا بغينا نترجمها باللغه العربيه. الاطروحات اللي شفت يعني فيها عمق كما قلت، عمق جيد جدا من الناحيه النظريه، والطريقه باش يعني كانت المناقشات ديال الاطروحه ويعني والتحديات اللي كتطرح الباحث كاين الحمد لله واحد العمق. الضعف اللي يبين لي بالعكس من ناحيه البحث العلمي في المغرب هو من الناحيه التطبيقيه ديال المواضيع اللي كتاخذ. يعني قلنا بان النظري في المغرب يعني الحمد لله فيه عمق، وهذا على عكس الجهه التطبيقيه ديال الابحاث. كنلقى بان كاين واحد النقص شويه من ناحيه المواضيع اللي كتختار غالبا كما قلت يعني نظريه بزاف، وكيخصها تكون مواضيع اللي كتطبق في الميدان في الصناعه وفي يعني في الواقع المهني ديال المهندس وديال الباحث، واللي عنده واحد الواقع مباشر على التنميه في المغرب وعلى الصناعه بصفه عامه. وهذا الشيء هذا الى بغينا يعني يتبدل، كاين طرق باش يتبدل هذا الوضع هذا. هو ان خصنا نلقاو وسائل ولا هذا باش ندمجوا المقاوله الخاصه ولا الصناعه بصفه عامه في المغرب في هذا يعني في هذا المجهود هذا. خص المقاوله الخاصه تندمج ولا تنخرط في البحث العلمي، وتكون عندها واحد المشاركه فعاليه مع الجامعه، وتطرح المواضيع اللي كيهموها هي باش تدار فيهم البحث العلمي في المغرب، وتقدر تشارك لما لا بواحد الطريقه يعني تكون عندها رعايه للابحاث وتمويل للابحاث اللي كتدار في الجامعه المغربيه اللي غتطبق مباشره عند يعني في الصناعه. وكاين واحد النقطه ضعف ثانيه اللي نقدر نقولها، هو ان يعني المواضيع كتختار بصفه عامه على حسب التخصص ديال الاستاذ. كيجي استاذ يعني دار دراسات عليا، دار دكتوراه، عنده واحد الموضوع خدم فيه لسنين، ملي كيجي ياخذ الطلبه باش يديروا دكتوراه موراه كياخذ نفس الموضوع. اذا التخصصات ديالنا على حسب التكوين ديال الاستاذ اللي كيكمل نفس المنهج. تنظن هذا الواقع هذا يتغير، وناخذوا مواضيع اللي فيها تحدي حتى الاستاذ بنفسه، واللي عندها كما قلت واقع مباشر على التطبيق في الميدان الصناعي. شكرا لك دكتور
رشيد مدرك، نعم بالفعل فالمغاربة يتميزون بعمق نظري وقدرة على التحليل العلمي والمعالجات الرياضية، لكن كما أشرت يبقى فقط العملية التطبيقية والتطبيق على أرض الواقع. وهنا أعطيتك كحل من الحلول إدماج المقاولة الخاصة في البحث العلمي. على ذكر كلمة إدماج دكتور رشيد، غادي نرجع معك لمغاربة العالم والذين هم ولله الحمد خزان وثروة هائلة وخزان للكفاءات في كل الميادين. فكيف سي رشيد أن لهذه الثروة ولهذا الرأس المال البشري أن يندمج في القطاعات بشتى أنواعها، وكيف يساهم في التنمية الشاملة؟ وهنا بطبيعة الحال ولا بأس إن تكلمت لنا عن شبكة الخبراء المغاربة للطيران في أمريكا الشمالية ودورها بالمغرب. تفضل. فعلا سي محمد، مغاربة العالم يعني ثروة هائلة نعم. يمكن الوطن ديالنا يستغلها بواحد الطريقة ذكية باش تساهم في التنمية ديال المغرب. تلقاو مغاربة في العالم الحمد لله في جميع مناصب عليا في جميع الميادين. تلقاهم كنقولوا يعني في العلوم الحيوية، في العلوم الإنسانية، في العلوم التطبيقية، جميع العلوم. وهذا خزان هائل اللي إلا عرفنا كيفاش نستغلوه باش يساهم في التنمية ديال البلاد. علاش لا غادي نكونوا ربحنا المعادلة إلا بغينا نقولوا. وهاد الكفاءات هذه أنا كنقدر نشهد بأنها مستعدة للمشاركة كبيرة، يعني عبر برامج تكون مشتركة مع هذه الكفاءات اللي في الخارج، والمؤسسات التعليمية والمؤسسات ديال البحث العلمي في المغرب، بحال الجامعات بحال السي يعني المركز الوطني للبحث العلمي. هادو نقدروا زعما ندار معهم شراكات كبيرة باش يمكنونا حنا الكفاءات ديال المغاربة في الخارج نشاركوا كما قلت عبر محاضرات، عبر أوراش، عبر ندوات، عبر برامج تبادل ديال الطلبة مثلا ما بين الجامعات المغربية والجامعات في الخارج، سواء في أوروبا ولا في أمريكا ولا في آسيا ولا في يعني في بلدان أخرى. كاين كثير اللي يقدر يدار عبر الكفاءات المغربية في الخارج. فمثلا شبكة الخبراء ديالنا، شبكة الخبراء المغاربة للطيران في أمريكا الشمالية، اللي أنا كنت رأس هاد الشبكة هذه، واللي أسسناها منذ 2019، واللي شاركنا يعني في ندوات كثيرة. ومن يعني من 2019 عملنا ندوات كثيرة مع الجامعات فيما نسميه بالجامعات الصيفية للطيران. يعني من 2019 درنا 4 ديال الجامعات، كل صيف كنجيو كنديروا وحده، يعني اسبوع او اسبوعين ديال المشاركه مع الجامعات والمؤسسات المغربيه، وهذا الشيء عبر اوراش تطبيقيه. يعني هذا المقاربه ديالنا حنا ديال هذه الشبكه اللي كتسمى ايمان ايروسبيس، يعني les experts marocains d'Amérique du Nord en aéronautique. المقاربه ديالنا هي يعني مقاربه تطبيقيه كما قلت، يعني المساهمه في التكوين التطبيقي. اش بغيت نقول بهذا الشيء؟ يعني باننا كنجيبوا اوراش ومشاريع كتكون عمليه، يعني مطابقه بالضبط لداك الشيء اللي كيدير المهندس في ميدان الطيران، وكنحاولوا نبسطوا بواحد الطريقه، وكنعطيو الطالب على مده 6 شهور او 7 شهور قبل ما نجيو المغرب باش نحضروا لهاد الندوات ولا لهاد الجامعه الصيفيه. كيخدموا عليه الطالب المغربي يعني في مجموعات ديال الطلبه كيخدموا عليه هما وهم والاساتذه في المغرب. وملي كنجيو حنا يعني في الصيف كنقدروا نشوفوا النتيجه ديال هذا العمل اللي كيتخدموا به الطلبه، وكنقدروا نديروا واحد التقييم ديال العمل. يعني في هذا 2022 درنا هذه الجامعه الصيفيه فاس في جامعه محمد الله، وكنا درنا مسابقه ما بين الطلبه، وعطينا يعني دي بري لهذا التسابق الاول الى اخره. كانت يعني فرصه مزيانه باش الطلبه خداو واحد المشروع تطبيقي وخدموا عليه في الجامعه ديالهم.
تنظن هذا هو اللي كاين من ناحيه الكيفيه باش يمكننا نشاركوا احنا كفاءات مغربيه في المغرب. وكاين يعني طرق اخرى في الندوات هذه. وفاش كنمشيو حنا للمغرب لواحد الجامعه كيجيو جامعات اخرين. يعني اخر مره كنا فاس كانوا الناس من مكناس، كانوا الناس من الدار البيضاء، كانوا الناس من طنجه، كانوا من مراكش، كانوا من تطوان، كانوا من افران، كانوا يعني من جميع المدن المغربيه. نعم دكتور رشيد، فمغاربة العالم على استعداد، وربما حتى المؤسسات بالمغرب، وسنرجع إن شاء الله مع المسؤولين والقائمين على هذه المؤسسات والجامعات ومجلس الجالية ومع المركز الوطني للبحث العلمي كي نتابع معهم مساهماتهم ونعرف مساهماتهم في تنزيل التعليمات الملكية السامية والرامية إلى إدماج مغاربة العالم في الأوراش التنموية بالمملكة المغربية. هنا أستغل تواجدك أنت أولا كي أطرح عليك هذا السؤال: هل بالفعل تلمس أن هناك إرادة سياسية واضحة المعالم من الحكومة المغربية لإشراك مغاربة العالم في ورش التنمية الشاملة للمملكة، وهل من تحفيزات معلنة؟ فعلا في السنوات الأخيرة أنا كنشوف بأن ولات هناك إرادة سياسية واضحة لاشتراك مغاربة العالم في هذه التنمية الشاملة للمملكة. كاين إرادة واضحة. ولعل آخر الأحداث اللي كتشهد بهذا الشيء هي المبادرة اللي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي نظمت لقاءات مؤخرا في الشهر الماضي في شهر أكتوبر، فيما يسمى ب باكت إسخي 2030، اللي هو واحد المجموعة ديال اللقاءات نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي في المغرب. نظمت هذه اللقاءات هذه وعطتنا الفرصة احنا الكفاءات المغربية في الخارج باش نعطيو يعني الرأي ديالنا، وباش نعطيو ماشي ملاحظات ولكن يعني توصيات ونساهموا في التنمية ديال البحث العلمي بصفة عامة في المغرب. وكانوا يعني المواضيع اللي تناقشات التعليم العالي، الابتكار، البحث العلمي. والحمد لله شاركوا ناس كثير، منهم أنا شاركنا ناس من أمريكا، من كندا، من أوروبا بصفة عامة، من آسيا، من إفريقيا، من أستراليا، من جميع أنحاء العالم اللي شاركوا في هذه اللقاءات، واللي يمكناتنا باش نديروا واحد الملخصات يعني مهمة كثيرة. والمركز الوطني للبحث العلمي جمع هذه الافكار، وان شاء الله غادي تزيد بها القدام. يعني كاين مبادرات، ولعل واحد المبادره اخرى اللي يمكن هو مثلا البرنامج ديال المغرب ولا ديال السينيغيستي اللي كيسمى لو فينكوم، اللي هو برنامج فعلا كيمكن لنا حنا الكفاءات المغربيه في الخارج باش نجيو للمغرب ونساهموا. الا ان هذا البرنامج كما قلنا، كما احنا عبرنا على القضيه هذه مع السينيغيستي، هذا البرنامج بنفسه يعني خاصو يتحسن ويتسهل ويولي يعني يسير بالنسبه لواحد الخبير مغربي. خاصو يكون يعني المسائل ميسره وكل شيء يعني منظم مسبقا باش تسهل هذه المساهمه ديال المغاربه في الخارج. وان شاء الله اي فكره اللي تمكننا باش نساعدوا ونساهموا في التنميه ديال المغرب، احنا مستعدين ان شاء الله. شكرا لك دكتور رشيد مدرك، كنت معنا من امريكا الشماليه. اذكر انك مهندس دوله متخصص في هندسه الطيران ورئيس شبكه الخبراء المغاربه في الطيران بامريكا الشماليه، ايمان ايغوسباس. شكرا سي البكراوي، بارك الله فيك. شكرا، كنشكروا الطاقم ديال ماغلور كامل على الاستضافه. شكرا.
ولا زالت لنا معك ومع أعضاء شبكتكم ومع كفاءات مغاربة العالم لقاءات أخرى إن شاء الله لمسايرة هذا الورش الفكري الكبير والذي يعول عليه في الإسهام بشكل فعال في تسريع تحول وتيرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والارتقاء بجودتها وأدائها وفق أحسن المعايير الدولية كما سبق وأن أشار السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. إلى هنا أنهي حوارنا هذا وأقول لكم إلى لقاء آخر إن شاء الله. محمد البزيوي من فرنسا.